طيب النهارده تصريحات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب طبعا الوطني اثارت غضب عدد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره، اللي قال فيها احنا مش المغرب، وفي نفس الوقت مستقبل الكره المصريه صعب. قد يكون الكلام اللي قاله روي فيتوريا واقعي، وقد يكون ان هو اتكلم فيه ان نسب المحترفين في اوروبا، واللي اتكلم عليه ان الفرق ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري، قال تحديدا ان المنتخب المغربي بيمتلك كل لاعبيه محترفين في اكبر الدوريات في اوروبا، لكن مصر لا تمتلك في اقل من 26 سنه سوى لاعبين فقط من العناصر الاساسيه اللي بيتم الاعتماد عليهم في المنتخب الوطني. اتحاد الكرة طبعا متضايق ان هو اتكلم في او بعض الاعضاء اتكلم في ان المشاكل وان المستقبل الكرة المصرية صعب، على اعتبار مش عشان اي حاجة، عشان اتحاد الكرة مش عايز يثير الجماهير او يخلي حد ياخد باله من اتحاد الكرة في التوقيت الحالي، او يحمله المسؤولية، او يتعامل مع زي ما قلت لك كده القضايا المهمة اللي تهم الكرة المصرية، زي موضوع منتخب الناشئين اللي هو خرج وبعدين لا حس ولا خبر ايه اللي حصل فيه، ايه المشاكل اللي حصلت، ايه الازمات، ايه الاسباب اللي ادت لخروج منتخب الناشئين بقيادة محمد وهبة، اللي خد كل الفرص وخد كل التوقيتات، وفي النهاية كان في مجاملات صارخة تسببت في خروج او في فضيحه منتخب الناشئين. بتكلم على منتخب الناشئين دلوقتي لانه رغم ان في عناصر كويسه على فكره، على راسهم طبعا عمر سيد معوض، اللي هو واحد من اللاعبين اللي ممكن يكون ليهم دور بارز خلال الفتره اللي جايه، وفي 2-3 كويسين، لكن كان في مجاملات صارخه. ليه بقول لك ده؟ بقول لك ده علشان بداية أي منتخب علشان يحصد بطولة دولية وبطولة كأس عالم هو من منتخب الناشئين. عايز تعرف أي منتخب رايح فين أو هيكون بيتفوق إزاي؟ بص لنتائج فرق الناشئين وفرق الشباب أو المنتخبات، وبص لاختيارات اتحاد الكرة اللي فيه، وبص للمدربين اللي بيتعاملوا مع المنتخب الناشئين والشباب. واحنا في فترة من الفترات كان بيتولى قيادة منتخب الناشئين، وقلت لك قبل كده 2 من أهم النجوم في مصر أو مروا عندهم خبرات تدريبية، عشان كده لما ال2 دول بقوا موجودين على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأول، قدرت ان انت تاخد 3 بطولات اللي هم 2006 و8 و10، لكن قبلهم هو نفس الجيل او معظمه نفس الجيل اللي كان بيدربوا شوقي غريب وحسن شحاتة. فانت واحد بحجم، خلينا في حسن شحاتة كمان تحديدا، وشوقي غريب ليه تاريخ كبير كلاعب وفي نفس الوقت كمدرب، لكن بنتكلم على واحد أسطورة كلاعب اللي هو حسن شحاتة. لما حسن شحاتة يبقى بيدرب منتخب الشباب، مع كامل احترامي ما بقللش خالص من الكابتن محمد وهبة اللي هو المدير الفني السابق للمنتخب الناشئين، لكن تاريخه كلاعب لا يؤهله ان هو يكون موجود في منتخب الناشئين على رأس القيادة الفنية. ده لا يتحمله اتحاد الكرة الحالي. خلينا بس بنتكلم بشكل منصف وبشكل واقعي. لكن لما تيجي تتكلم على محمود جابر عنده اسم طبعا كلاعب وفي نفس الوقت كمدرب، وبالتالي بنأمل ان هو يقدم لنا جيل جديد للكرة المصرية. وده يتزامن مع تصريحات روي فيتوريا اللي بيستاء منها بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، اللي بيقول لك فيها بشكل واقعي انتم الآخر ما عندكوش لعيبة تؤهلكم ان انتوا تنافسوا على لقب بطولة سواء بقى افريقيا، ان انت تعمل انجاز زي انجاز المنتخب المغربي، وبالتالي
هي من هنا بتبدأ المشكلة. ولما تيجي تتفرج على منتخب زي منتخب الأرجنتين، هتلاقي ان المنتخب دوت موجود فترة من الفترات كان بينافس على بطولات الناشئين والشباب، ثم بعد كده بيصل في 2014 او بيصل للنهائي بقيادة ميسي اكتر من مرة فبيخفق، فبالتالي بيصل في النهاية ان هو بيحصد كأس العالم في 2022. فاذا انت بتتكلم في تخطيط وبتتكلم في رؤية، وحط تحت كلمة رؤية فنية وإدارية مليون خط. ودايما بيتقال ان تدي العيش لخبازه. يعني ايه تدي العيش لخبازه؟ يعني المسؤول عن القصة ديت ما ينفعش ان يكون حد من خارج الناس اللي عندها خبرات في كرة القدم، ومش شرط يبقى نجم كبير. حالة حسن شحاتة ان هو كان نجم كلاعب ونجم كمدرب وأسطورة طبعا، وأسطورة في الرياضة في مصر مش في الكرة بس، هي حالة نادرة. يعني هتلاقي ان احنا على مدار السنوات الماضية مش هتلاقي نجم في الملعب ونجم في التدريب، لكن قد تحدث في فترة من الفترات إلى جانب وجود مدرب وطني في بالنسبة لسكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين. كل الأمور دي اتحاد الكرة حتى الآن لم يعلن عن خطة واضحة لتطوير المنتخبات الوطنية ومستقبل المنتخبات الوطنية. وده اللي خلى روي فيتوريا النهاردة بيجيب لك من الآخر إن أنا ما بوعدش بحاجة، انتوا أصلا ما عندكوش لعيبة علشان حد يجي يكلمني في أي بطولات أو بوعد بيه أي بطولات. فبالتالي المسؤولية هنا مسؤولية اتحاد الكرة، لأن هو اللي جايب روي فيتوريا وهو المسؤول عن تواجد أو تعيين الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، اللي لغاية دلوقتي لم يتم الإعلان برضو عن تشكيل بعض من الأجهزة الفنية سواء في 2005 أو 2008 اللي اتقال إن اتحاد الكرة هيعلن عن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.